بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد من قناة موسوعة تراخيص المرور، هنحاول نرد فيه على بعض أسئلة واستفسارات حضراتكم اللي وردت القناة في خلال الأسبوع. لو محتوانا يهمك، ليك مشكلة في تراخيص المرور، تابعنا للنهاية وأكيد هتستفيد. دلوقتي عندي موتوسيكل رخصة تسيير منتهية من 6 سنين وعاوز أسلم اللوحات المعدنية، فإيه اللي بيتم وإيه الإجراءات؟ فبنقول حضرتك رخصة تسيير باسمك، عاوز تسلم اللوحات المعدنيه للاستغناء عن الترخيص، فاول حاجه بتعملها بتروح نيابه المرور، الرخصه معاك، البطاقه معاك، بتطلع براءه الذمه او شهاده المخالفات. سددت المخالفات اللي عليك، معاك نمرتين، معاك رخصه تسيير المنتهيه، بتروح المرور، الموظف بيطلع الملف، بيدفعك ضرائب ورسوم مرور متاخره بحد اقصى 5 سنين. بتسلم اللوحات المعدنية للاستغناء عن الترخيص، بتسلم شهادة المخالفات، بتسلم رخصة تسيير، وتاخد حاجة اسمها نموذج 105 مرور. يعني ايه نموذج 105 مرور ده؟ نموذج 105 مرور ده يعتبر بديل لملف الموتوسيكل او العربية، بينكتب لك فيها بيانات المركبة، الماركة، الموديل، الشاسيه، الموتور. بنقول نهاية الترخيص في كذا، الضريبة اللي دفعتها ل5 سنين بيكتب لك فيها نهاية الضريبة كذا، سبب تسليم اللوحات المعدنية اللي هو الاستغناء عن الترخيص. معاك نموذج 105 مرور، تعرف تبيع الموتوسيكل او العربية في اي وقت. المشتري اما بيشتري منك العربية او الموتوسيكل بياخد معاه نموذج 105 مرور عشان يعرف يرخص بعد كده. يبقى هستغنى عن الترخيص، بسلم الرخصة والمخالفات، اللوحات المعدنية، وباخد نموذج 105 مرور. نموذج 105 مرور ده زي ما قلنا بديل للملف، ينفع ارخص بيه، ينفع اسجل بيه في الشارع العقاري طالما المركبه باسمي. طيب حبيت ارخص تاني في اي وقت، حبيت ترخص، معاك النموذج ده، بتروح المرور وبتدخل فحص الفني، تدفع ضريبه 3 سنين قادمه، تاخد لوحات ورخصه جديده من المرور بتاعك. تمام؟ في حد بيسأل لو معايا رخصة خاصة اشتغل بيها اوبر وكريم عادي ولا لا؟ فبنقول لازم يصدر تعديل تشريعي بتقنين اوضاع سيارات الملاك اللي بتعمل في مجال نقل الركاب زي اوبر وكريم، لان نقل الركاب ده قاصر وفقا لقانون المرور على سيارات الاجرة فقط. يبقى اللي بين الركاب عربيات الاجرة، سواء عربيات سيرفيس او ميكروباص او تاكسي عداد. تاكسي عداد اللي هو انا داخل المحافظة، السيرفيس داخل المحافظة، الميكروباص اللي هو بين محافظتين 2 ده المصرح له بتحميل الركاب. يبقى تحميل الركاب وفقا لقانون المرور للعربيات المرخصة بصفة أجرة فقط، انما العربيات المرخصة بصفة ملاكي ممنوع عليها تحميل الركاب بالأجر. اتمسك محمل ركاب بالاجر، بتسحب رخصه القياده ورخصه التسيير، وبينكتب لك ماده 32 اللي هو استخدام المركبه في غير الغرض المبين برخصتها. العربيه مرخصه ملاكي، يبقى تشتغل ملاكي او لاستخدامك الشخصي فقط، مالكش تحميل ركاب بالاجر. لو اتمسكت ما تستغربش لما الضابط يسحب منك الرخصتين، القياده والتسيير، ويكتب لك استخدام المركبة في غير الغرض المبين برخصتها، ويلغي لك رخصتين، رخصة القيادة ورخصة التسيير، لأن كل ترخيص له حاجة معينة. ترخيص الملاكي لاستخدامك الشخصي فقط، ترخيص الأجرة لاستخدام في نقل الركاب. يبقى يعني العربية ملاكي وبسوقها برخصتي الخاصة دي ما فيهاش مشكلة، بس لو اتمسكت محمل ركاب بالأجر بينكتب لك في وصل السحب استخدام المركبة في غير الغرض المبين برخصتها. تمام؟ وتروح المرور بعد شهر تجدد الترخيص اكنك بترخص من اول مرة. يعني لو مثلا في فحص وفي شهادة مخالفات بتعملها وفي ضرائب ورسوم مرور بتدفعها جديدة، يبقى بتلغى الترخيص. لو في 3 سنين لسه موجودين بيتلغوا، مرخص من اول وجديد تاني. يبقى ممنوع قانونا على العربيات الملاكي، سواء اللي هي التمناية او الملاكي الصالون او الليموزين، ممنوع تحميل الركاب بالاجر وفقا لقانون المرور. اتمسكت بلغي لك الترخيص.
تمام. رخصة الموتوسيكل منتهي من سنتين، فايه اللي بعمله عشان اجدد الترخيص تاني؟ فبنقول الترخيص منتهي، اللوحات موجودة معاك، المركبة موجودة معاك، سواء كانت موتوسيكل او عربية. في الحالة ديت أول حاجة بتعملها بتطلع على نيابة المرور أو البريد، بتطلع شهادة براءة الذمة أو ما يعرف باسم شهادة المخالفات. عملت شهادة المخالفات، الرخصة معايا، العربية أو الموتوسيكل معايا بالنمر بتاعها، بطلع المرور، بفحص وبسدد ضرائب ورسوم مرور متأخرة بحد أقصى 5 سنين، وأسلم شهادة المخالفات وأسلم الرخصة المنتهية. بدفع الضريبة الجديدة، طبعا الضريبة القديمة هتندفع بحد أقصى 5 سنين. ضريبة الترخيص اللي أنا هرخص بيها بقى بالنسبة للملاك بتبقى بسنة أو ب3 سنين على حسب رغبتي، بتنتهي بنهاية الفحص الفني. تمام. وباخد رخصة جديدة بمدة السنة أو ال3 سنين باسمي، وبجدد الترخيص عادي خالص. طيب الغرامة اللي بدفعها قد إيه؟ بتبقى تلت ضريبة. تلت ضريبة يعني إيه؟ يعني لو الضريبة 90 جنيه بدفع التلت بتاعهم اللي هو 30 جنيه. تمام. طبعا تلت ضريبة دوت بيبقى التلت من ضرائب ورسوم مرور، والتلت من رسم تنمية الموارد. تمام. يبقى بدفع ضريبة أصلية المقررة في قانون المرور، وبدفع ضريبة إضافية اللي هي مقدارها تلت ضريبة. ده لو أنا بجدد الترخيص والترخيص منتهي عدى عليه أكتر من 30 يوم، بدفع تلت ضريبة كضريبة إضافية. تمام. دلوقتي لو في خلافات ما بين الورثة عاوزين نجدد ترخيص العربية، فايه اللي بيتم؟ فبنقول وفقا لقانون المرور لازم اما نيجي نرخص باسم الورثة او في شركاء مع بعض، فلازم نعمل حاجة اسمها اقرار المسؤولية. اقرار المسؤولية بيقر فيه جميع الشركاء او جميع الورثة بمسؤوليتهم المدنية والجنائية عن السيارة، والالتزام باسترداد ضرائب ورسوم مرور مقررة. يبقى اقرار المسؤولية ده هو بيبقى من جميع الورثة او الوكيل عنه. يبقى احنا 3 4 ورثة بنعمل توكيل لواحد فينا هو اللي بيتحرك. في خلافات ما بين الورثة المرور تغل يده. تمام. ليه؟ عشان لازم تقديم حاجة اسمها اقرار المسؤولية. طيب ممكن اخد حكم محكمة بالزام المرور الورثة التانيين بالترخيص؟ مفيش مشكلة. خدت حكم قضائي بالزام جميع الورثة او بالزام المرور بالترخيص، المرور لازم بينفذ الحكم، بيرخص لك باسم الورثة. هو في جميع الاحوال الرخصة بتطلع باسم ورثة المرحوم فلان والمسؤول فلان، انما العائق ان انا بطلع حاجة او المرور، قانون المرور بيتطلب تقديم اقرار مسؤولية من جميع الورثة. تمام. طيب لو في اسر في مشاكل مع الاعمام الخالات، الحالة ديت لو النيابة الحزبية طلعت قرار بترخيص السيارة باسم ورثة المرحوم فلان وتعيين السيدة فلانة الفلانية مدير مسؤول عن العربية، في الحالة ديت المرور بينفذ، والمتضرر من باقي الورثة بيرفع دعوى قدام القضاء بوقف التعامل او فرز وتجنيب او الكلام ده كله، بحيث انا لازم كداخلية او كمرور ان انا انفذ قرار النيابة او حكم المحكمة. تمام. يبقى في خلافات ما بين الورثة المرور بيمتنع عن الترخيص. ليه؟ عشان تقديم اقرار مسؤولية بيكون من جميع الشركاء وجميع الورثة. انما لو في حكم قضائي او قرار من النيابة بالترخيص المرور بيرخص نفاذا للحكم او قرار النيابة عشان ما تدخلش طرف ما بين الورثة وبعض. تمام. حاولنا نرد على بعض أسئلة واستفسارات حضراتكم اللي وردت القناة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.